حركه لا التجنيد الاجباري اتاسست في 2009 علشان تكون حركه مناهضه للعسكريه، مش بس علشان نلغي التجنيد الاجباري، لكن احنا رافضين كل انتهاكات المؤسسه العسكريه، رافضين ان احنا نعيش في دوله عسكريه. اهتمامنا بقضيه التجنيد الاجباري نابع اساسا من ان الجزء الوحيد اللي المؤسسه العسكريه بتصادر حريه الانسان لفتره طويله هو بالتجنيد الاجباري. هو التجنيد الاجباري هو الحاجه الوحيده اللي المؤسسه العسكريه بتجبر الانسان. انا بعتبر التجنيد الاجباري السجن، وانا حد دخلت السجن وانا شايف ان السجن مش اسوء من الخدمه العسكريه، شايف الخدمه العسكريه اسوء من السجن. الحركه اتاسست عشان تكون هي حركه مناهضه للعسكريه، سمينا ده التجنيد الاجباري باعتبار ان هو القضيه الرئيسيه لكنه مش القضيه الوحيده في الحركه. احنا شغالين على انتهاكات المؤسسه العسكريه وانتهاكات سواء كانت اجهزه المؤسسه العسكريه، سواء كانت المخابرات، الشؤون المعنويه، اداره التجنيد والتعبئه، اداره تنظيم الاداره، الادارات المختلفه وعلاقتها بالدوله وتدخلها في عمل اجهزه الدوله. وشغالين على الحد من ميزانيه القوات المسلحه، والحد من حجم الجيش، والحد من سباق التسلح في المنطقه، وشغالين على قضايا السلام عموما والعمل. وطبعا بعد الثوره بقينا ملتزمين ان احنا نقدم معلوماتنا او جهودنا في صالح استكمال الثوره وفي صالح القضاء على نظام اليوري العسكري والقضاء على اي محاوله لاستمرار عسكره الدوله اللي هي موجوده حاليا في مصر. زي ما قلت اسسنا في 2009 كنا بنحرض الناس باستمرار على الاعتراض الضميري للخدمه العسكريه، على الخدمه العسكريه، ان الناس تاخد موقف اخلاقي من حمل السلاح وتاخد موقف اخلاقي من سباق التسلح، ان الناس ترفض ان هي تكون اداه بيلعب بيها الجنرالات في المنطقه علشان يواجهونا ضد شعوب ثانيه في المنطقه في سباق تسلح وفي بزنس تسلح، بدون ما يكون في رغبه حقيقيه او في مساس حقيقي بامن الوطن يستدعي دوت. دمريا كتير في مصر، لازم نشجع الناس ان يكون عندهم الشجاعه. احنا عارفين ناس كتير رافضه الخدمه العسكريه في مصر ومش عايزه تخدم، بس احنا لحد دلوقتي ما عندناش الناس اللي عندهم استعداد ان هم يقولوا للمؤسسه العسكريه لا احنا مش هنخدم في الجيش واحنا بنتحمل النتائج وعندنا استعداد ندخل السجن، لكن لن نقبل ان احنا نلوث ضمائرنا واخلاقنا بحمل السلاح تجاه انسان احنا ما عندناش عداوه بينه وبينه. انسان احنا ما عندناش عداوه بينه وبينه. واعتقد ان احنا بقينا بعد الثوره قدام الالتزام الاخلاقي دوت، ان اذا كان من العار ان انا اخدم في جيش احتلال بيحتل دوله اجنبيه، فمن العار اكثر ان انا اخدم في جيش بيقتل الشعب المصري، واخدم في جيش بيعري البنات المصريين في الشارع، واخدم في جيش بيرتكب هتك العرض تجاه المواطنين المصريين ذكورا واناث. فبقى عندنا التزام اخلاقي كمصريين ان احنا نقول ان ما ينفعش نشارك في دعم هذه المؤسسه اللي اصبحت هي الشوكه في ظهر الشعب المصري او بيت العقبه امام الطريق الديمقراطيه في مصر. التجنيد الاجباري. فاذا كان قياده الجيش بتقول ان هم متمسكين بنظام التجنيد الاجباري عشان خاطر امن مصر، لا، امن مصر مش بالشكل ده، وامن مصر مش بالتجنيد الاجباري، امن مصر يكون موجود معايير نزاهه جوه المؤسسه العسكريه، ان الفلوس تبقى رايحه لمكانها الصحيح لشراء الاسلحه اللي محتاجها الجيش بدون دخول في سباق تسلح مع اي دوله في المنطقه. احنا بنركز على فكره البدائل، ان بيقول لك اوكي طبعا الطروحه الاولانيه الناس بترد بيها يقول لك ما هو التجنيد الاجباري موجود في كل حته في العالم، وده مش صحيح تماما. دول العالم حوالي 195 دوله، منهم 19 دوله يعني 10% من دول العالم ما عندهمش جيوش اساسا وعايشين. والقانون الدولي بقى حاليا بيقدر يضمن امان الدول بدون ما تتعرض الى مضايقات اذا كانت الدوله غير خارجه عن القانون الدولي، يعني بشكل بدني علماني من حوالي 150 سنه في اوروبا. احنا على علاقه قويه جدا بمنظمه اسمها وور ريزيسترز انترناشونال او المنظمه الدوليه لمناهضه الحروب. المنظمه دي اتاسست بعد الحرب العالميه الاولى كرد فعل للحرب العالميه الاولى برساله ان احنا يجب ان نكون ضد الحروب. والمنظمه موجوده في اكثر من 80 دوله على مستوى العالم. وفي كل دوله كان بينشا مجموعه زينا بتبتدي الاول باعداد صغيره، بيبتدوا الاول بواحد بس بيعتمد على الخدمه العسكريه، ومع الوقت الفكره بتنتشر اكتر وبيحصل نوع من التفاهم او الحل الوسط بين المعترضين على الخدمه العسكريه وما بين الجيش الدوله بتاعتهم.
وبيوصلوا لحل من حلول الوسط اللي ممكن يتغير مع الوقت. بس احنا اللي عايزين نقوله ان هي الدنيا مش ابيض واسود، مش هي تجديد اجباري تجديد اختياري، لا كمان ممكن يبقى في حلول وسط كتير. اتكلمنا عن دواء هو المفروض ان هو مطلوب للتجنيد في هذه الايام، وهو بيخاطر نفسه. احنا كحركه موجودين معاه علشان خاطر ناكد على ربط الخدمه العسكريه، وكوادر الحركه كلها تبقى موجوده مع اي حد هياخد قرار ربط الخدمه العسكريه. اعتقد احنا بعد الثوره المصريه احنا ما بقيناش محتاجين ان احنا نناقش الانتي ميليتاريزم، هل فلسفه الانتي النهضه العسكريه هي فلسفه كويسه او سيئه؟ لان احنا بنفسنا شفنا ازاي ان بعد الثوره كان اللا عنف او السلميه بتاعت ثورتنا هي اللي ادت للنجاح، على الرغم ان قبل كده في مصر كان عندنا حركات معارضه مسلحه، المعارضه الاسلاميه المسلحه، والحركات دي فشلت ان هي تعمل بالسلاح